صباح الفل يا شباب، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب، وربنا ينصر اخواتنا طبعا في فلسطين ويصبرهم على اللي هم فيه ان شاء الله، ويثبت اقدامهم ويرحم الشهداء ويشفي المصابين. طبعا زي ما قلت لكم او زي ما انتم تابعتوا الفترة اللي فاتت ان ناس كتير هاجمت محمد صلاح علشان ما نزلش بوستات لفلسطين زي رياض محرز وزي ساديو ماني وزي ابو تريكة وزي كريم بنزيما ولاعيبه كتير نزلت لفلسطين بوستات على الانستجرام وعلى الفيسبوك وفي كل حته. الناس اتضايقت وهاجمته وقالت له انت بتحتفل بالكريسماس، ولما الملكه بتاعت انجلترا ماتت نزلت لها بوست وي 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 وكلام برضو من ده كتير، برضو كلكم عارفينه ومتابعينه. النهارده عندنا ماتش مع الجزائر، ماتش ودي الناس كلها بتتكلم عليه. صلاح امبارح الفجر كلنا استغربنا واتصدمنا، تحرك تحركات قويه، يعني اقوى من اني انزل بوست على الفيس. يعني هي اقوى من ان انزل بوست على الفيس. محمد صلاح امبارح قرر انه يتبرع بمبالغ كبيرة عن طريق الهلال المصري الى اهلنا في غزة، اهالينا في غزة، وهيرسل مساعدات اخرى غير الفلوس برضو لاهالينا في غزة عن طريق مطار القدس. قالوا له ترسل في مطار تل ابيب امن، رفض، قال لازم تكون ان شاء الله في غزة نفسها. الحاجة التانية اللي انتوا ممكن ما تصدقوهاش والايام هتثبت ما بيننا، وافتكروا كلامي كويس، محمد صلاح هيزور غزة الفترة اللي جاية. مصادر مقربة من محمد صلاح اكدت ان قدام طبعا في المستقبل شوية مش دلوقتي هيزور مدينة غزة طبعا، ويطمن على اهالينا هناك ويرفع من روحهم المعنوية، ولكن زي ما قلت لكم مش دلوقتي، اكيد لما الدنيا تهدى شويه. فموقف محمد صلاح يعتبر بقى كويس، اتغير، يعني اتغير وبقى كويس، ونتمنى باذن الله الانتصار لاخواتنا هناك، وان ينتصروا على هذا العدوان الصهيوني، وان شاء الله باذن الله يرجعوا احسن من الاول. الواحد بيشوف مناظر الاطفال اللي والدته بتتوفى، اللي والده بتتوفى، اللي عائلته بتتوفى وبيكون هو لوحده، يقطع القلب يعني حقيقي. لما بشوف الفيديوهات ديت بدمع. انا راجل وصعب اني ادمع او كده يعني، ولكن لما بشوف الفيديوهات دي بتقطع القلب فعلا. ربنا ينصرهم. ودوت يعني كان لازم اعمل فيديو لان ده تغير في موقف محمد صلاح. مين اللي حرك محمد صلاح تغيير موقفه؟ وكيله رامي عباس، وكيله هو السبب في تغير موقف محمد صلاح. هو متابع السوشيال ميديا وشايف الناس بتقول ايه، فاكيد بلغ صلاح بالموقف المشتعل على السوشيال ميديا بسبب صمت محمد صلاح. بشكركم جدا. وطبعا امبارح كان قابل حملات كبيرة لإزالة الإعجابات من الانستجرام، فممكن برضو دي تكون حاجة من الحاجات اللي حركت محمد صلاح، ولكن على العموم يشكر على أي مساعدات هيعملها أو أي دعم هيقدمه. بشكركم جدا واشوفكم في الفيديو اللي جاي.